لحد النهاردة كل ما أعدي من الشارع ده بفتكر أول مرة جينا فيها بعد ما رجعنا من السفر. فضلنا واقفين كتير تحت البيت مش عارفين هنقول لأهله ايه. محدش فينا كان مستوعب اللي حصل. كل اللي كان قدامنا وقتها هي اللحظة اللي قال فيها هدخل أشوف الممر اللي على الشمال وراجع، ومرجعش. ولغاية اللحظة دي أنا مش قادرة أحدد ايه اللي كان أصعب، إن احنا فقدناه هناك ولا لما فتح لنا الباب. بقالنا فترة كبيرة جدا ما تجمعناش كلنا زي زمان، وكل واحد فينا بقى مشغول في حياته وشغله ومشاكله، لحد ما في يوم لقيت مريم بتتصل بيا، ولما رديت عليها لقيتها عاملة مكالمة جماعية. وحقيقي كانت من أجمل المفاجآت اللي حصلت لي في الفترة دي، لأنهم كلهم كانوا وحشيني جدا، وقعدنا نهزر ونرغي في المكالمة دي كتير زي زمان. وفي وسط الكلام لقينا مندو بيقول طب ايه يا جماعة، الجو اليومين دول تحفة، احنا بقالنا كتير قوي ما تقابلناش، ايه رأيكم نودي واحدة دهب كام يوم نفصل فيهم ونتجمع قبل ما الصيف يدخل؟ ولقيت باقي الشباب اتحمسوا وكله قال يلا بينا ويا ريت، والكل كان مرتاح جدا للفكرة دي. وبصراحة هو أول ما قال كده الفكرة عجبتني قوي، لأني كنت محتاجة فعلا أهرب شوية من ضغط الشغل والروتين الممل ده، وكل يوم بقى شبه اللي قبله. ده غير إني بحب الأجواء دي، خصوصا في الشتا بيبقى الجو هادي ومريح للأعصاب كده. والأحلى كمان إني هشوف صحابي كلهم ونرجع ذكرياتنا الجميلة. المهم إن كلنا وافقنا وحددنا الميعاد وظبطنا كل حاجة على اليوم ده. كنا 7، أنا ومريم وهاجر وريما ومانتو وتيتو وآدم. ومن ساعة المكالمة دي كان كل شوية حد يقترح مكان نروحه أو حاجة نعملها لما نسافر، وبدأنا نرتب شبه خطة كاملة للسفرية، وحجزنا التذاكر وكل حاجة كانت ماشية حلو. لكن محدش فينا كان يعرف إن بعد السفرية دي عمرنا ما هنتجمع احنا ال7 بنفس الشكل ده تاني. وجه اليوم اللي كنا مستنيينه من ساعة ما اتفقنا على السفرية، وصحيت يومها بدري جدا مع اني اصلا ما نمتش غير كام ساعة من كتر الحماس، واتأكدت من حاجتي ونزلت على مكان تجمعنا اللي اتفقنا عليه. وبدأ الشباب يوصلوا واحد ورا التاني، وأول ما اتجمعنا حسيت إن السنين اللي فاتت كلها اختفت ورجعنا زي زمان، نفس الهزار ونفس الخناق على أتفه الحاجات ونفس الضحك اللي ما بيخلصش. وركبنا الباص وفضلنا طول الطريق حرفيا ما نبطلش كلام، وكل شوية حد يفتح موضوع قديم أو موقف حصل زمان ونفضل نضحك عليه. وآدم كالعادة كان مصمم يصور كل حاجة من أول ما اتحركنا لحد ما نوصل، وكان بيقول إنه هيعمل لنا فيديو محترم يفضل ذكرى للسفرية دي. وفعلا وصلنا دهب على بالليل كده، والأجواء كانت تحفة ومختلفة تماما عن زحمة القاهرة والدوشة اللي احنا متعودين عليها. ورحنا المكان اللي حاجزين فيه وحطينا الشنط بسرعة، ومحدش فينا كان طايق يقعد، فنزلنا نتمشى شوية على البحر ونتعشى، وقعدنا بعدها على كافيه صغير قريب من البحر، وكل واحد بدأ يحكي هو حصل معاه ايه الفترة اللي فاتت. ومريم كانت بتحكي لنا عن شغلها الجديد، وهاجر كانت بتتخانق مع مندو عشان اتأخر علينا كالعادة، وتيتو كان كل شوية يقول انه جعان مع انه كان لسه واكل. واليوم كله كان هزار وضحك لحد ما رجعنا المكان بالليل، وكل واحد دخل اوضته عشان ننام ونصحى بدري اليوم اللي بعده، لاننا كنا مخططين من اول يوم اننا ما نضيعش دقيقة واحدة من السفرية. واليوم التاني كان نفس الكلام، اول واحد صحي اتصل على الباقي وصحى الكل، وكلنا نزلنا فطرنا وفضلنا نتمشى ورحنا كام مكان واتغدينا، وقضينا اليوم كله تقريبا واحنا بنلف ونضحك ونهزر. وبالليل طلعنا غيرنا هدومنا ونزلنا كلنا قعدنا على البحر وولعنا نار خفيفة، والجو كان هادي جدا، ولسعة البرد بتاعت آخر الليل مع الأجواء كانت حاجة في قمة الروقان. وبعد فترة ريما قالت ما تيجوا نتمشى شوية، فأنا وتيتو قلنا لها يلا بينا، لكن الباقي قالوا لا خلاص مش قادرين نتحرك من مكاننا والقعدة حلوة. فقعدنا نرخم عليهم شوية ونقول لهم قوموا بلاش كسل، لكن هما كانوا خلاص مستسلمين للقعدة، فقلنا لهم خلاص براحتكم هنتمشى شوية ونرجع لكم. وفضلنا ماشيين واحنا بنتكلم ونضحك ومش واخدين بالنا احنا وصلنا لفين، لحد ما حسينا ان الدنيا حوالينا بقت هادية بشكل غريب ومفيش حد نهائي حوالينا. وانا ببص حواليا كده لقيت زي فتحة كبيرة وسط الصخور، فبقول لهم بصوا ايه المكان ده، وبدأنا نقرب شوية منه، وتيتو فتح الفلاش وبصينا جواه،
لقينا زي ممر طويل قوي، بس من عمق المكان الفلاش ما كانش منور غير جزء صغير جدا منه، ومعرفش ليه حسيت قلبي اتقبض لما ركزت في المكان ده. وما كانتش فكرة خوف، لكن احساس ان المكان ده في الوقت ده بالذات مش المفروض نبقى واقفين قدامه كده لوحدنا. فقلت لهم ما تيجوا نرجع احسن. فلقيت تيتو بيقول لي ايه يا ستي، هو احنا دخلنا يعني؟ وريما بصيت لي وهي بتضحك قوي وقالت لي ايه يا ليل، انتي خفتي من شوية ضلمة؟ وفضلوا يضحكوا ويترولوا عليا شوية، وبدأوا يقربوا أكتر ويشوفوا المكان من قريب قوي. وانا معرفش ليه حسيت اني مش عايزة اقرب خطوة واحدة زيادة، وفضلت واقفة مكاني كام دقيقة. وبعدين قلت لهم يلا بجد يا جماعة الجو بقى برد قوي. وفضلوا يسخفوا عليا شوية وبعدين قالوا خلاص يلا نرجع. ولما رجعنا الباقي الشلة طبعا حكوا لهم على اللي حصل. ولقيت مندو بيقول طب ما تيجوا نروح نستكشفه بكرة وناخد فيه كام صورة. وكله اتحمس للفكرة واتفقوا اننا هنروح بكرة وقت الغروب عشان ناخد صور حلوة يعني. وانا كنت عمال اسمعهم وانا ساكتة، لكني ما كنتش مرتاحة خالص، مع اني في العادي ببقى اول واحدة متحمسة لحاجة زي دي. بس ما اعرفش ليه قلبي ما كانش مطمن للموضوع ده. حتى لما رجعنا اوضنا فضلت فترة طويلة مش عارفة انام وشغلني المكان ده، لحد ما قلت لنفسي هيحصل ايه يعني، عادي هنروح ناخد كام صورة ونمشي. وكأني كنت بحاول اطمن نفسي لحد ما فعلا بدأت اهدى من القلق ده وشوية ونمت. صحينا تاني يوم متأخر شوية بسبب سهرة امبارح، وكلمنا بعض ونزلنا نتغدى لأن كنا خلاص بعد العصر. والكل فضل يتكلم عن المكان اللي شفناه، وفضلوا يجهزوا نفسهم، وفي جزء مننا راح يجيب كشافات قوية، وآدم فضل قاعد يجهز الكاميرا وحاجتها ويتأكد ان كل حاجة تمام. وانا وقتها كان في شوية قلق بس مش زي امبارح، خصوصا ان كلنا هنكون مع بعض، فكنت مرتاحة شوية وبدأت ادخل معاهم في المود. وجه الوقت وبدأنا نتحرك على المكان، ولما وصلنا كانت الشمس بدأت تغرب والمنظر كان حلو، ففضلنا نتصور شوية ونصور الجبال مع الغروب. وبعدين بدأنا نقرب من المكان ده، كانت الدنيا لسه منورة خفيف كده، فكان المكان واضح أكتر عن الليل. فتيتو قال ده شكله كهف مش مجرد فتحة في الجبل. فآدم رد عليه وقال له أوبا، الكلام كده حلاوة قوي وهناخد شوية صور وفيديوهات تحفة. ومريم ردت عليهم وقالت لهم تفتكروا هنلاقي ايه جوه؟ وكل واحد بدأ يتوقع حاجة، واللي توقع انه مكان عادي جدا مش هنلاقي فيه حاجة اصلا، واللي بدأ يقول هيطلع لنا مش عارف ايه. والهزار كان ماشي، والموضوع بالنسبة لنا كان مجرد مغامرة لطيفة. ومع بداية دخولنا للكهف كان خلاص الليل بدأ يدخل، وما كانش في اي ضوء خالص غير من الكشافات اللي معانا. وكل ما كنا بنمشي اكتر كنا بنكتشف ان الممر طويل اكتر مما توقعنا، لغاية ما الممر ده دخلنا على مكان حجري واسع، وكان فيه 4 ممرات متوزعين مش جنب بعض، وكان شكلهم ممرات طويلة برضو لأن ما كانش باين آخرهم بالكشاف. فضلنا نبص حوالينا ونبص على الحيطان، ويمكن ده طمنا أكتر إننا لقينا في كلام مكتوب، واضح إن في ناس دخلوا قبل كده كتير. كان في حد كاتب دفعة 2018 عدت من هنا، وكان في كتابة تانية مكتوب أحمد وهند فوريفر، وكلام كتير إنجليزي برضو واضح إنه من سياح أو حاجة، وحاجات غريبة كده بس كان واضح إنها من زمان، يمكن من سنين كتير. المهم إننا وقفنا وتصورنا شوية، وبعدين ريما قالت تعالوا نشوف الممرات دي بتودي على فين. فمندو رد عليها وهو بيضحك وقال لها احنا لو فضلنا نلف في المكان ده للصبح مش هنخلص. فتيتو قال لنا طب تعالوا ندخل ممر واحد بس منهم نشوف مودي على فين. فبدأنا نمشي في ممر منهم، وفضلنا ماشيين كتير لغاية ما الممر ده دخلنا على مكان واسع بنفس الشكل اللي كنا وصلنا له. وبرضه كان في ممرات بس كانوا 5 ممرات مش 4، بس كان واضح ان الممرات دي أضيق من اللي قبلها شوية. وآدم كان ماشي يصور المكان ويصورنا فيديو، كنا قاعدين نهزر، ومندو فضل كل شوية يخضنا ويرخم علينا. وبصراحة الموضوع بدأ يبقى غريب شوية بالنسبة لي وبدأت أتوتر، بس حاولت ما بينش عشان ما رخمش عليهم وأقفلهم من اليوم. وفضلنا كلنا نتصور، وكل شوية حد ياخد الكاميرا ويصورنا كلنا. وبعدين الشباب فضلوا يهزروا مع بعض شوية، وبعدين قلنا خلاص كفاية كده خلينا نمشي. وبدأنا نرجع من نفس المكان اللي دخلنا منه، بس واحنا
راجعين لقيت مريم بتقول ايه ده، بصوا لقيت ايه، ولقيتها ماسكة ولاعة شكلها مصدية شوية وبتشاور على الأرض وبتقول لقيت دول هنا، تفتكروا بتوع مين دول وايه اللي جابهم هنا؟ بصينا على الأرض لقينا فردة شبشب صغيرة واضح انها الطفل، وآدم طبعا ما كانش بيحل، كان بيصور اي حاجة موجودة ورخم عليها وقال لها خديه بقى عشان تديه لابنك المستقبلي. والكل ضحك وبعدين سابتهم على الأرض مكانهم ومشينا وخرجنا من الكهف وبدأنا نرجع للفندق. بس بعد ما مشينا لنص الطريق كده لقينا آدم بيقول اللي معاه الكاميرا يجيبها يا جماعة عشان ما تتكسرش، فكلنا وقفنا وفضلنا نبص لبعض ونشوف الكاميرا مع مين. وهنا كانت الصدمة، الكاميرا مش مع أي حد مننا. آدم اتعصب ساعتها وقال انتوا بتهزروا، هي كانت مع مين آخر واحد؟ وبدأنا نفتكر هي كانت مع مين آخر مرة، وافتكرنا ساعتها ان هي تقريبا كانت مع تيتو وحطها على الأرض وهما بيهزروا، وغالبا كده نسيناها جوه الكهف. فضلوا يشدوا مع بعض شوية ويرموا اللوم على بعض، واحنا فضلنا نهديهم وقلنا خلاص ما تكبروش الموضوع، هنرجع نجيبها، احنا ما بعدناش يعني. وفعلا رجعنا تاني واحنا بنهزر ونقول لا آدم يبطلنا كده عشان الكاميرا هتطلع موجودة عادي. ووصلنا للكهف تاني ودخلنا من الممر، لكن واحنا ماشيين فيه كنت حاسة ان في زي ضوء خفيف جدا ظاهر من بعيد قوي، كنت فاكراه بسبب إضاءة الكشاف، لكن كل ما كنا بندخل اكتر كان بيفضل زي ما هو جاي من بعيد وثابت لغاية ما وصلنا للمكان الحجري الواسع الأول. ووقتها وقفت أبص حواليا ثواني كده ومعرفش ليه حسيت ان الممرات مش زي ما انا فاكرة، ما كانتش حاجة واضحة اقدر احددها، بس كان عندي احساس غريب انهم اقرب لبعض شوية، او يمكن انا اللي مش مركزة. بس في اللحظة دي لقيت هاجر بتقول هي الممرات دي كانت كده، انا فاكرة انها كانت ابعد شوية. انا بصيت لها على طول وقلت لها انا كنت لسه بفكر في ده بالظبط. ولقينا تيتو بيقول انا حاسس برضه بنفس الكلام. غريبة. لكن ريما ومريم ومندو ما كانوش مقتنعين وقالوا ولا في اي حاجة متغيرة خالص. اما آدم كان متعصب جدا وفضل يقول لنا خلصوا بقى، خلينا نجيب الكاميرا ونمشي. وبدأ يتحرك ناحية الممر اللي دخلناه واحنا بدأنا نتحرك وراه، بس فجأة لقينا ريما بتقول اهي. وقفنا كلنا وبصينا، قالت الكاميرا هي رايحين فين؟ لقيناها محطوطة جوه تجويف صغير في الحيطة كأن حد حاططها بعناية عشان ما تقعش. آدم جري عليها وأخدها وريما كانت واقفة عندها برضه وبتقوله شوفها كده سليمة. واحنا فضلنا نبص لبعض شوية وقلت هو مش احنا كنا بنتصور جوه، ازاي سبناها هنا؟ فهاجر ردت وقالت ايوه كانت على الارض كمان انا فاكره. وتيتو قال تقريبا ايوه انا سبتها على الارض لما كنا بنهزر جوه. فمندو قال تلاقي ان كان بياخد كام صوره، ما تكبروش الموضوع، وفضل يضحك. وآدم قال يلا يا جماعة نمشي بدل ما حاجة تانية تضيع. وبدأنا نخرج من المكان ومحدش كان بيتكلم كتير زي واحنا داخلين، حتى الهزار كان اختفى شوية. وواضح اني ما كنتش لوحدي اللي حاسة ان في حاجة مش مظبوطة، لان نظرات اغلبنا كان فيها نفس الاستغراب وعلامات الاستفهام اللي جوايا. بس وقتها ما كانش حد فينا يعرف ان الحاجة الغريبة الحقيقية ما كانتش جوا الكهف، لان اول ما حطينا رجلينا بره اتخضينا خضة كانت هتقطع خلفنا. لقينا واحد واقف قدامنا وبيقول لنا بتعملوا ايه هنا في الوقت ده؟ لدرجة ان تيتو حط ايده على قلبه وقال له يا ساتر يا حاج خضتنا. لكن الراجل ما كانش باصص لنا اصلا، كان راجل كبير في السن لابس جلابية وماسك في ايده عكاز، بس كلامه كان حاد ونظرته كانت ثابتة تقريبا على الكهف. فمنذ رد وقال له كنا بنتصور بس. فسكت شوية وقال ودخلتوا جوه؟ فقلنا له اه بس مش قوي. فالراجل ده بصلنا وقال لنا ودي اول مرة؟ آدم رد وقال له لا، ورفع الكاميرا وقال له احنا كنا مشينا بس نسينا الكاميرا ورجعنا جبناها. فالراجل ده رد وقال له كويس. فانا سألته وقلت له حضرتك تعرف المكان ده كويس؟ فبص على الكهف كده وقال اعرفه. قلت له يعني الناس بتيجي هنا؟ رجع بصلي وفضل ساكت ثواني وقال لي زمان. فمريم ردت عليه وقالت له اشمعنى زمان؟ لقينا الراجل أثر في الكلام وقال طالما دخلت واخدته اللي رجعته عشانه يبقى كفاية، وسابنا ومشي. وأول ما لف وشه ومشي تيتو ضحك وقال شكله فاكرنا بننقب عن آثار. وكلنا ضحكنا وآدم فك شوية وضحك معانا واتحركنا اتجاه الفندق من جديد. بس أول ما بدأنا نمشي بصيت ورايا على الراجل ده،
بس الغريب اني ما لقيتهوش. وقفت وفضلت ابص بتركيز اكتر واوجه الكشاف للمكان اللي مشي منه. لقيت الشباب وقفوا بيسألوني بتبصي على ايه؟ قلت لهم الراجل اللي كان واقف معانا ده لحق يختفي بالسرعة دي. فكله بدأ يرفع الكشاف على نفس المكان وحوالينا، ومفيش أي حد موجود نهائي. حرفيا كلنا كنا مستغربين لأن مفيش مكان أصلا يروح له، المكان كله صحراء وجبال. آدم قال لنا خلاص يا جماعة ما تعملوش من كل حاجة حوار، ممكن مش باين من الضلمة. بصيت له وقلت له الكشافات دي كلها مش مالية عينك؟ قال لي فكك يا ليال ما تكبريش الموضوع، خلينا نرجع، انا تعبت وعايزة ارتاح. مع اني ما كنتش مقتنع قوي انه طبيعي، بس سكتنا وبدأنا نتحرك ورجعنا للفندق. ولما وصلنا كل واحد طلع اوضته من غير كلام كتير، وانا طلعت وفضلت افكر في اللي حصل النهارده، وكنت مستغربة قوي اليوم واللي حصل فيه. وبعد حوالي ساعة لقيت آدم باعت على الجروب صاحيين، وتقريبا كلنا كنا لسه صاحيين وردينا عليه. لقيته بيقول انزلوا بسرعة استناكم تحت، في حاجة لازم تشوفوها. نزلنا مخضوضين ورحنا عنده سألناه فيه ايه، لكن آدم ما كانش بيرد. كان موصل الكاميرا باللابتوب ومركز فيه قوي لغاية ما فتح صورة وقال لنا بصوا كده. كلنا قعدنا حواليه وبدأنا نشوف ايه الحاجة الضرورية اللي منزلنا كلنا مخضوضين عشانها دي. فلقيته فاتح صورة واضح انها كانت متصورة جوه الكهف، وعامل زوم على رسمة على الحيط وبيقول لنا حد فيكو فاكر الرسمة دي؟ فضلنا نبص لبعض على اساس حد يقول انا اللي صورتها، لكن محدش رد. هاجر ردت وقالت هي كانت فين دي؟ آدم قال لها معرفش، مين فيكم اللي صورها؟ كلنا أجمعنا إننا أول مرة نشوفها أصلا. قلت لهم ما يمكن انت صورتها ضمن الحاجات الكتير اللي كنت ماشي تصورها. آدم قال لأ أنا مش فاكر إني شفتها أصلا، ولو صورتها كنت هفتكرها. الرسمة دي كانت عبارة عن دايرة واسعة وفيها 5 ممرات، وكان في أسهم محطوطة فوق كل ممر، كانت أشبه بخريطة لمكان جوه الكهف. آدم قفل الصورة وشغل فيديو تاني وقال لنا طب ركزوا كده في الفيديو ده. الفيديو كان لينا واحنا جوه الكهف واحنا ماشيين وبنتكلم وبنهزر عادي، وآدم كان بيصورنا وبيصور المكان، لكن وهو بيلف الكاميرا كده عدت على ممر من الممرات اللي موجودة. وقف الفيديو على المكان ده بالظبط وقال ركزوا كده في الحتة دي. قربنا وبصينا كويس. تيتو قال هو أنا بيتهيألي ولا في حد واقف هناك؟ انا رديت وقلت له انا شايفه برضه كأن حد واقف فعلا بس مش واضح قوي. مندو ضحك وقال حد فين يا عم انتوا هتوهموا نفسكوا خلاص. هاجر ردت عليه وقالت له لا استنى في حاجه فعلا، بس مريم كانت زي مندو قالت انا مش شايفه حاجه. وقتها ادم رد عليهم وقال لهم طب بلاش دي، وفتح صوره تانية. بس الصوره دي احنا اول ما شفناها حرفيا كلنا اتجمدنا مكاننا، ومحدش فينا قدر يتجاهلها أو يقول حاجة تكدب اللي احنا شايفينه ده. الصورة كانت لينا بس متصورة من ظهرنا واحنا خارجين من الكهف، كلنا احنا ال7 موجودين فيها. انا بدأت اتكلم وانا متوترة كده وقلت لهم مين اللي صور الصورة دي؟ آدم رد وقال ما هو ده اللي هيجنني. ريما قالت يمكن حد مننا اللي صورها. كلنا بصينا لها واحنا ساكتين لأن كان واضح كويس ان احنا كلنا موجودين في الصورة، وبعدين احنا مش كنا ناسيين الكاميرا جوه اصلا، فمين اللي صورها؟ معنى كده ان كان في حد جوه معانا ولا ده حصل ازاي؟ بعديها آدم قال عموما دي مش أغرب حاجة أنا لقيتها. بصيناله كده بتوتر وقلت له هو في حاجة تاني؟ بصلي ونظرته كان باين عليها الخوف والقلق وقال لي هوريكي. قفل الصورة وشغل فيديو تاني. في الأول الشاشة كانت سودا وكان في صوت خروشة كده كأن حد ماشي بيكحت برجله في الأرض بطريقة غريبة قوي. وبعدين بدأت الكاميرا تترفع من على الأرض وبدأت تتحرك، والحركة ما كانتش ثابتة، كانت بتتهز يمين وشمال كأن حد ماسكها وماشي بيها، بس طريقة المشي مش ثابتة خالص، كأنه بيميل جامد مع كل خطوة. ودخل جوه الممر وخرج على المكان الحجري الواسع الأول لحد ما وصل للتجويف اللي لقينا الكاميرا فيه، وبعدين اتحطن جواه بهدوء والفيديو خلص. فضلنا متنحين للشاشة بعد ما الفيديو خلص شوية، وبعدين قلت لهم يعني ايه؟ مريم قالت لا انا مش مرتاحة للموضوع ده خالص. بس تيتو ضحك كأنه بيحاول يلم الموضوع، بس حتى ضحكته كان باين فيها التوتر وقال اكيد في تفسير يا جماعة ما تخافوش. ريما ردت عليه بعصبية وقالت له تفسير ايه؟ انت بتقول ايه؟ مين اللي كان ماسك الكاميرا
ومين اللي صورنا؟ فأنا رديت وقلت عندها حق. وبعدين استنى شوية، هو الفيديو ده اشتغل امتى أصلا؟ ما الكاميرا كانت على الأرض وصوت الخطوات كان بعيد عنها في الأول، يعني اللي شالها ما كانش واقف جنبها أصلا. طب اتفتحت لوحدها ازاي؟ وليه صورنا كمان؟ وكان فين يعني؟ ما احنا كنا جوه فترة كبيرة ما شفناش ولا حسينا بحد خالص. انا قلت لكم من الاول اني مش مرتاحة للمكان ده وفضلتوا تتريقوا عليا. مندو رد بسرعة وقال اهدوا بس، ما يمكن حد كان بيهزر معانا، ولا يمكن يكون الراجل الكبير اللي قابلنا ده هو اللي عمل كده وكان بيخوفنا عشان ما نروحش تاني. ما شفتوش كان بيكلمنا ازاي؟ هاجر قالت حد يهزر معانا بتاع ايه يعني وهو ما يعرفناش؟ وبعدين ده مش منظر هزار خالص، انت مش شايف حركة الكاميرا؟ والراجل هيخوفنا ليه برضه يعني؟ مندو رد وقال خلاص تعالوا نروح بكرة نشوف ونفهم الموضوع. مريم ردت بسرعة وقالت له تفهم ايه بس؟ انا عن نفسي مش داخله المكان ده تاني. تيتو رد وقال بصراحه انا نفسي افهم برضه. وادم رد وقال وانا عايزه اروح اصور تاني. وكل ده بيحصل وانا عمال اسمعهم وساكته تماما، ومن جوايا كنت خايفه جدا. بس بصراحه على قد الخوف ده كان في جزء كبير جوايا مليان فضول، وكنت عايزة أفهم ازاي ده حصل. مندو قال ايه يعني لما نروح تاني؟ ما احنا دخلنا مرتين وما حصلش حاجة، وده معناه ان مفيش حاجة. وبعدين قال خلاص تعالوا نروح الصبح بدري، بلاش بالليل عشان تكونوا مرتاحين اكتر. مريم قالت انتوا مجانين، اعملوا اللي تعملوا، انا طالعة انام. وسابتنا وراحت لأوضتها. ولقيت تيتو بيبص لي وبيقول لي ايه رأيك؟ قلت له مش عارفة، انا عايزة افهم بس مش مطمنة لفكرة اننا نروح تاني دي. ريما قالت جماعة مهما كان اللي حصل كفاية لحد كده، الحمد لله اننا كلنا بخير وخلاص، ملهاش لازمة نجازف بحاجة مجهولة. وفضلنا قاعدين فترة طويلة في مناقشات رايحة جاية لغاية ما في الآخر قررنا كلنا نروح تاني، لكن هنروح الصبح بدري مش بالليل. وبعديها جزء طلع ينام وانا فضلت قاعدة انا وريما وتيتو. قعدنا شوية ساكتين وفضلت افكر في كل اللي بيحصل ده والقرار اللي اخدناه اننا نروح تاني. ومسكت تليفوني واتصلت على مريم. اول ما ردت قالت لي خير. قلت لها مالك يا بنتي بس انتي متضايقة كده ليه؟ قالت لي عشان مش مرتاحة يا ليال. انا بجد مش مرتاحة للي بيحصل ده. قلت لها يا بنتي هنروح الصبح نبص ونرجع على طول، مش هنتعمق ولا حاجة. وبعدين بقولك الصبح بدري يعني مش بالليل حتى. قالت لي لا خلاص انا مش هروح تاني للمكان ده، انتوا لو هتروحوا براحتكم بس فكروا كويس بجد لاني مش مطمنة. قلت لها خلاص طيب براحتك، روقي بس ولو غيرتي رأيك قبل الصبح كلميني، انا كده كده مش هنام. قالت لي تمام وقفلت. تيتو قال لي مش هتيجي صح؟ قلت له لا. ريما ردت وقالت يمكن هي الصح، وبعدين قالت هطلع اريح شوية وطلعت اوضتها. واحنا فضلنا قاعدين ساكتين لغاية ما النهار طلع وبدأوا يصحوا كلهم وينزلوا ورا بعض. الساعة كانت حوالي 6 وقتها، ولقيت مريم بعتلنا على الجروب ها غيرتوا رأيكم؟ هاجر ردت عليها وقالت لها لا رايحين دلوقتي. فمريم قالت خلوا بالكم من نفسكم. وبدأنا نجهز نفسنا وتحركنا على طول حتى من غير ما نفطر ولا نعمل أي حاجة. وصلنا للمكان الساعة كانت داخلة على 7 والنهار كان مطمنا، بس طبعا لما بدأنا نتعمق في ممر الكهف الضوء الخارجي كله اختفى وما كانش فيه غير نور الكشاف. وصلنا لأول مكان واسع اللي فيه 4 ممرات، وآدم كان من أول ما وصلنا مشغل الكاميرا وبيصور كل حاجة. وفضلنا نبص على الرسمة دي بس ما كانتش موجودة. دخلنا نفس الممر تاني عشان نروح للمكان الواسع اللي كنا بنتصور فيه اللي فيه 5 ممرات، ولقينا فعلا الرسمة موجودة. لقيت آدم قرب منها وبيقول هو مش كان في أسهم على الممرات كلها في الصورة؟ ليه في سهم واحد بس؟ مندو قال له أيوة أنا فاكر كده برضه. قلت له يمكن دي رسمة تانية؟ قال مش عارف ممكن. فمندو قال طب ما تيجوا ندخل الممر اللي عليه السهم ده ونشوف هيودينا على فين. هاجر ردت عليه وقالت ما بلاش يا جماعة ندخل اكتر من كده. مندو قال لها امال احنا جايين نعمل ايه؟ تعالوا ندخل نشوف بس ونرجع. وبدأنا ندخل الممر اللي كان معمول عليه سهم في الرسمة دي، وخرجنا من الممر ده على مكان اوسع بكتير من اي مكان قابلنا لغاية دلوقتي. وكان في ممرين قصاد بعض يمين وشمال، وجنب الممر اللي جينا منه كان في 4 ممرات تانيين برضه، وكان في النص قدامنا سلم لتحت. ووقتها بصينا لبعض شوية
بس الفضول كان أقوى من أي حاجة. وساعتها أول مرة كنت أحس فعلا إن المكان أكبر بكتير مما كنت متوقعة. ونزلنا على السلم، وأول ما نزلنا حسيت إن المكان مختلف، الصخور شكلها مختلف، والممرات اللي موجودة أضيق بكتير، والجو نفسه كان تقيل شوية. وفضلنا ماشيين واحنا بنصور المكان ونبص في كل حتة فيه، لغاية ما ريما قالت ايه ده بصوا كده. قربنا منها وبصينا لقينا عظم متكسر على الأرض. فضلنا نبصله كده شوية وآدم صوره، وقلت لهم تفتكروا ده ايه؟ تيتو رد وقال تلاقي حيوانات ولا حاجة. وكلنا اقتنعنا بكده فعلا، أصل هيكون ايه يعني. ومشينا وكملنا استكشاف المكان الغريب ده. وبعد شوية لقينا بقايا حاجات قديمة وصدى وحديد وحاجات شكلها من زمان قوي، لكن ما كانش في حاجة مفهومة. فضلنا ماشيين ودخلنا ممر تاني، بس كان ضيق جدا ومكتوم ويحسسك انك مش قادر تتنفس، لدرجة اني كنت عايزة الف وارجع. بس بصراحة فضولي ما كانش مخليني افكر. كل اللي كان هاممني وقتها افهم اخرة المكان ده ايه. فضلنا ماشيين لغاية ما في الاخر وصلنا لطريق مسدود. فقلنا خلاص واضح ان مفيش حاجة، ورجعنا فعلا وطلعنا على السلم اللي نزلنا منه. ووقتها قابلتنا أكبر مشكلة، محدش فينا فاكر احنا دخلنا من أنهي ممر في الخمسة. فضلنا واقفين شوية نحاول نفتكر، وبعدين قلت لآدم صح، طب ما تشوف الكاميرا، انت مش كنت بتصور كل حاجة واحنا ماشيين؟ قال لي ايوه صح، وبيرفع الكاميرا يشوف فيها. بص لنا وقال لنا الكاميرا مش شغالة. هاجر قالت له ازاي يعني، مش انت كنت بتصور دلوقتي؟ قال لها ايوه انا كنت مشغلها بس معرفش ايه اللي حصل. معقول فصلت؟ تيتو اتعصب وقال له فصلت ازاي يعني، انت مش عمال تجهز وعمال تقول هصور كل حاجة والمفروض عامل حسابك؟ قال له ايوه والله وكانت مشحونة فعلا. وبعدين قال صح، ما انا معايا بطارية تانية انتوا موتريني. وفتح الشنطة اللي ماسكها وفضل يدور فيها، وبعدين بصلنا كده وقال انا شكلي نسيت البطارية التانية، مع اني متأكد اني حطيتها الصبح والله. وبدأ يحصل شد في الكلام بينا كلنا، وريما فضلت تعيط وتقول يا ريتنا ما جينا، هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا هنتحبس يعني هنا؟ تيتو بدأ يزعق ويقول يا جماعة بس بقى، خلونا نفكر ما توتروناش اكتر ما احنا. فمندو رد وقال اهدوا شوية، انتم مكبرين الموضوع ليه؟ احنا قدامنا 5 ممرات، ندخل واحد منهم ونشوف هيطلعنا على فين، يمكن كلهم بيوصلوا لنفس المكان اصلا احنا مجربناش. وفعلا دخلنا واحد من الممرات دي، لكن الممر ده دخلنا على مكان مختلف تماما، اول مرة نشوفه. مكان ما كانش فيه اي حاجة خالص غير 4 ممرات متوزعين، والموضوع قلب متاهة فعليا وما كناش عارفين نعمل ايه. فضلنا واقفين مكاننا محدش عارف يقول اي حاجة. وريما كانت خلاص منهارة وبتعيط وبتقول احنا ضعنا، احنا مش عارفين احنا فين اصلا. فمندو قال يا جماعة اهدوا بس، اللي انتوا فيه ده هو اللي هيضيعنا فعلا، لازم نجرب ممر تاني. ساعتها انا جبت اخري وقلت له هو ايه البرود اللي انت فيه ده؟ قال لي مش برود يا ليال، ما هعمل ايه طيب، لو فضلنا كلنا متوترين وعمالين نتعصب كده مش هنحل حاجة. قلت لهم نعمل ايه يعني، انت مش شايف الكارثة اللي احنا فيها؟ تيتو رد وقال بصوا يا جماعة من الاخر كده مش هينفع اللي احنا فيه ده، خلينا نتقسم وكل 2 يدخلوا ممر ونشوف هنطلع من اللي احنا فيه ده ازاي. فريما ردت وقالت كل 2 يتوهوا بقى، وبدل ما نتوه مع بعض نتفرق كمان وما نلاقيش بعض. ادم قال يا معايا حق على فكرة. قلت له بس كده فعلا مش هنعرف نلاقي حل وهنفضل نضيع وقت على الفاضي. تيتو معاه حق، بس لازم يكون في علامة نعرف منها احنا مشينا ازاي، ما نعرفش الممرات دي هتودينا على فين. فمندو قال خلاص احنا معانا 6 كشافات، كل 2 هيمشوا بكشاف واحد، ولما نخرج من الممر نسيب كشاف في الممر كعلامة. فآدم طلع كشاف تاني وقال ومعايا الكشاف بتاع مريم كمان. فقال له حلو خليه معاك احتياط، ويلا بينا واوعوا تنسوا تسيبوا الكشاف اول ما تخرجوا من الممر على طول. وفعلا بدأنا نقسم نفسنا، هاجر راحت مع آدم وريما راحت مع مندو، وانا وتيتو دخلنا ممر. وفضلنا ندخل من ممر ونطلع من ممر ونمشي في اماكن غريبة ومليانة حاجات مريبة، وندخل في ممرات تانية لغاية ما في الاخر لقينا نفسنا في المكان الواسع التاني اللي فيه الرسمة. ولقينا مندو وريما واقفين فيه وبيقولوا لنا الحمد لله احنا كده المفروض خرجنا خلاص
خلاص، بس فين ادم وهاجر؟ قلنا له ما نعرفش، انتوا ما تقابلتوش خالص. وساعتها سمعنا صوت عمال بينادي من ممر منهم، فضلنا ننادي عليهم ونقول لهم احنا هنا، امشوا ورا الصوت. ولقينا الحمد لله هاجر خارجة وهي متوترة جامد، لدرجة انها فضلت تعيط لما شافتنا وفضلت تحمد ربنا وما كانتش قادرة تتمالك اعصابها. قلت لها امال ادم فين؟ بصيت لي كده وقالت لي انتوا ما شفتوهوش؟ قلت لها شفناه فين يا بنتي؟ انتوا مش كنتوا مع بعض؟ قالت لي ايوه، لما سبناكم خرجنا على مكان فيه ممرين قدام بعض، فادم قال لي استني خليكي هنا، انا هدخل اشوف الممر اللي على الشمال ده وارجع لك على طول. لما لقيته اتاخر دخلت نفس الممر، لقيت ممرات كتير، فخفت ورجعت تاني لنفس المكان اللي سبنا بعض فيه، وفضلت مستنيه شويه ونادي لكن ما جاش، ولا انتوا حتى رجعتوا. فرجعت تاني ومشيت في ممر من الممرات اللي كانوا موجودين، وفضلت انادي عليه بس ما ردش، لغاية ما سمعت صوتكم ومشيت ورا لقيتكم. مندو زعق لها وقال لها احنا مش قلنا ما تسيبوش بعض؟ قالت له والله انا قلت له خلينا نمشي سوا. قال لي لا خليكي هنا عشان ما نتوهش اكتر من كده، انا هبص بس وارجع لك على طول. احنا كلنا في اللحظة دي نهارنا خلاص، وكنا قلقانين قوي لا يكون حصل له حاجة، وجرينا بسرعة كلنا على نفس المكان اللي جت منه هاجر. هو دقت تقول لنا مشيت ازاي بالظبط، وفضلنا ننادي عليه، والمرة دي كنا مركزين كويس احنا خارجين منين وداخلين منين، وفضلنا ندور عليه كتير بس ادم مش موجود، لا صوت ولا رد ولا اي اثر ولا حتى علامة واحدة تبين هو راح فين. وبعد فترة كبيرة من التدوير عليه خرجنا من الكهف واحنا مرعوبين على ادم ومش عارفين راح فين ولا ايه اللي حصل له. والاغرب اننا اول ما خرجنا رفعت عيني للسما لقيت الدنيا مظلمة على الاخر، فقلت لهم معقول احنا اتأخرنا قوي كده جوه لدرجة ان النهار راح؟ لقيت تيتو طلع التليفون وبص في الساعة ورفع وشه وعينه كانت مبرقة على الاخر. قلت له في ايه؟ قال لي الساعة 5 الفجر. كلنا ردينا وقلنا له كام، وطلعنا تليفوناتنا كلنا وبصينا للساعة، وحرفيا محدش فينا اتكلم. فضلنا نبص لبعض واحنا مش مستوعبين. ريما قالت لا 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 اكيد في حاجة غلط. قلت لهم احنا جينا 7 الصبح صح؟ قالوا لي ايوه. قلت لهم يعني احنا بقالنا حوالي 22 ساعة جوه؟ تيتو قال لا لا مستحيل، احنا ما بقيناش كل ده جوه. في اللحظة دي لقيت مريم بتتصل، رديت وانا مش عارفة اقول لها ايه. اول ما فتحت لقيتها منهارة وعمالة بتزعق انتوا فين كل ده؟ انتوا كويسين؟ تليفوناتكم مقفولة ليه؟ انتوا فين؟ قلت لها جايين. قالت لي مال صوتك؟ قلت لها مفيش، لما نيجي نحكي لك. قالت لي انتوا كلكم كويسين طيب؟ بصيت على كل الموجودين وما كنتش قادرة اقول لها حاجة على ادم. قلت لها كويسين وقفلت معاها. مندو قال يلا نرجع ونشوف هنعمل ايه. بصيت له وقلت له هنسيب ادم؟ قال لي اكيد لا، بس احنا كلنا منهارين ومبقيناش عارفين نفكر، خلينا نرجع الفندق الاول، يمكن يكون سبقنا، يمكن يكون رجع هناك احنا مش عارفين نفكر اصلا. ولأول مرة من ساعة ما اختفى بدأت اقنع نفسي بأي حاجة، الا الحاجة الوحيدة اللي كنت خايفة منها بجد ان ادم ممكن ما يكونش خرج من الكهف اصلا. وطول الطريق واحنا راجعين كنا عمالين بنحاول نتصل بيه بس تليفونه مقفول. ولما وصلنا الفندق لقينا مريم قاعدة تحت لوحدها. أول ما شافتنا قامت بسرعة وجريت علينا وهي بتقول انتوا فين كل ده؟ أنا كنت هموت من القلق عليكم. وبعدين بصت حوالينا كده وقالت أمال آدم فين؟ بصينا لبعض ومحدش عارف يرد. مريم بصت لنا باستغراب وقالت مالكم؟ وبعدين بصت على هاجر اللي كانت عينيها حمرا من كتر العياط وقالت لها آدم فين؟ هاجر فضلت تعيط وما قدرتش ترد. وكلنا في اللحظة دي انهارنا كأننا بدأنا نفوق من الصدمة اللي كنا فيها. وساعتها مريم فهمت ان في حاجة حصلت وقالت وهي بتبص علينا كلنا هو انتوا سبتوه هناك؟ تيتو رد بسرعة وقال لها لا محدش سابه، احنا فضلنا ندور عليه كتير. مريم قطعت وقالت له يعني ايه تدوروا عليه؟ هو فين؟ قلت لها احنا مش قادرين نستوعب اللي حصل. فضلت تبصلي كام ثانية كده وقالت لي يعني ايه؟ ما تفهموني. قلت لها آدم اختفى. وأول ما قلت الكلمة دي مريم انهارت تماما وقعدت تعيط وتزعق وتقول أنا قلتلكم بلاش تروحوا تاني، ومحدش كان راضي يسمع كلامي. مندو وقتها قال لها دي بس احنا مش فاهمين حاجة أصلا، لكن مش هنسيبه وهنلاقيه إن شاء الله. وبدأنا نسأل عليه في الفندق وسألنا كل الناس اللي شغالة هناك والأماكن اللي حوالين الفندق،
لكن محدش شافه. قلنا نفضل قاعدين تحت مستنيين يمكن يرجع، لكن النهار طلع وآدم مرجعش. وهنا استوعبنا ان الموضوع اكبر بكتير من اننا نقعد مستنيين، وساعتها قررنا نتصل بالشرطة. وفعلا اتصلنا بالشرطة، وبعد فترة وصلت دورية وفضلنا نحكي لهم اللي حصل، وتحركنا نوريهم الكهف. وهم بلغوا بعد نص ساعة تقريبا كان وصل فرق البحث، وبدأوا يسمعوا تاني بالظبط كل تفصيلة حصلت جوه. وبعدين في جزء دخل الكهف، وجزء فضل يدور بره وسط الجبال عشان لو خرج. والمكان كله كان مليان شرطة وعمالين يدوروا عليه في كل مكان، لكن رفضوا ساعتها يدخلونا معاهم. وفضلنا قاعدين برا منهارين وبندعي انهم يخرجوا بيه او يلاقوه في اي مكان، وما كانش في اي حاجة نعملها غير اننا نستنى. وده كان اكتر وقت مرعب بالنسبة لنا، وكل شوية حد يخرج ونسأله لقيته حاجة يرد علينا لسه. ومع الوقت بدأت الناس والعربيات تزيد، والمكان كله بقى مليان حركة. وفضلنا حوالي 3 ساعات قاعدين برا مستنيين، وكل شوية كنت أبص على فتحة الكهف وأقول أكيد هيخرج دلوقتي، أكيد هيطلع معاهم، أكيد هيكون تايه بس. لكن الوقت كان بيعدي وآدم ما كانش بيظهر، لحد ما خرج واحد من فرق البحث واتكلم مع الضابط شوية. وبعدين الضابط جه عندنا وقال إنهم فتشوا المكان كله وملقوش أي أثر لآدم، لا شنطة ولا كشاف ولا موبايل ولا كاميرا ولا أي حاجة تبين إنه كان موجود هناك أصلا. وفي اللحظة دي حسيت إن مريم بدأت تعيط تاني. أما إحنا فكنا قاعدين ساكتين، لأن ساعتها بدأت أفهم إن الموضوع أكبر بكتير من إن آدم يكون تايه، وإن يمكن ما نلاقيهوش فعلا خلاص. وعدى يوم ورا التاني وإحنا لسه في دهب، وكل يوم كنا بنصحى على أمل إن يكون في خبر جديد أو اتصال يطمنا، لكن ما كانش في أي جديد. الشرطة كانت لسه بتدور والتحقيقات شغالة، لكن محدش كان فاهم أي حاجة. وكل شوية حد فينا يتصل بتليفون آدم، لكن كان زي ما هو مقفول. ومع الوقت بدأ الأمل يقل واحدة واحدة، ومريم كانت أكتر واحدة منهارة فينا. وكل شوية تفضل تقول يا ريتني كنت منعتكم، يا ريتني ما كنتش سبتكم تروحوا. لكن محدش فينا كان عنده كلام يقوله، لحد ما بعد كام يوم قررنا نرجع. وبصراحة ما كانش حد فينا عايز يرجع، ولا حد فينا كان عارف هنقول ايه لأهله. وطول الطريق واحنا راجعين محدش كان بيتكلم. ولما وصلنا وقفنا تحت بيت آدم، وفضلنا واقفين فترة طويلة محدش قادر يطلع ومحدش عارف يقول ايه. الحاجة الوحيدة اللي كانت قدامنا هي اللحظة اللي قال فيها الهاجر خليكي انتي هنا، أنا هدخل أشوف الممر اللي على الشمال ده وارجع لك على طول. ودي كانت آخر مرة نشوف فيها آدم. وبعد شوية تردد طلعنا وقفنا قدام الباب وخبطنا، وبعد كام دقيقة الباب اتفتح، واللي فتحه كان آدم. أول ما فتح قال إيه يا جماعة خير؟ كلنا انجمدنا مكاننا، ما كناش مصدقين اللي شايفينه. تيتو قال آدم، فآدم ضحك وقال مالكوا يا مجانين داخلين عليا كده ليه؟ وكان في شنطة سفر باينة جنبه على الباب. مريم لما لمحتها قالت له الشنطة دي ايه؟ آدم رد عليها وهو بيضحك وبيقول ما أنا جهزتها من امبارح، قلت أجهزها بدري أحسن. هو احنا مش مسافرين بعد يومين ولا غيرتوا رأيكم؟ والنهاردة بعد 5 سنين من اللي حصل، كل ما بعدي من الشارع ده بفتكر أول مرة جينا فيها بعد ما رجعنا من السفر. والغريب إن كاميرا آدم كانت لسه فيها كل الصور والفيديوهات اللي شفناها ساعتها، لكن اللي عمرنا معرفنا نفسره إننا لقينا صور وفيديوهات تانية بتواريخ بعد اليوم اللي اختفى فيه. ولسه الصور والفيديوهات دي موجودة عندي، ولحد النهاردة محدش فينا عارف آدم اختفى ازاي، ولا رجع ازاي، ولا ايه اللي حصل جوه المكان ده. لكن محدش فينا رجع زي ما كان. آدم لحد النهاردة مش فاكر أي حاجة عن اليوم اللي اختفى فيه برغم كل حاجة، ولما يتكلم فجأة يسكت ويفضل باصص قدامه بنظرة ثابتة. ولما نسأله مالك يبتسم ابتسامة خفيفة ويقول هو أنا كنت بقول ايه. وتيتو بقى دايما سرحان ومش مركز، وما بقاش بيهزر ويضحك زي زمان. وهاجر من بعد اللي حصل وهي ما بقتش بتحب تخرج ولا تشوف حد، كأن جزء منها فضل محبوس في المكان ده. وريما بقت مقتنعة ان في ناس بتناديها وبتكلمها دايما. ومندو مع الوقت بعد عننا كلنا، ولحد النهاردة معرفش عنه حاجة غير انه عايش، بس معرفش عايش ازاي ولا ايه اللي حصل له.
ومريم كل ما تبص علينا يبقى في عينيها نظرة شفقة، لكنها دايما كانت بتقول إنها محظوظة إنها رفضت تيجي معانا اليوم ده. أما أنا فبعد 5 سنين وأنا قاعدة دلوقتي وببص في الصور والفيديوهات اللي فضلنا محتفظين بيها واللي عمرنا ما عرفنا نفسرها، في حاجة واحدة بقيت متأكدة منها، إني ما بقيتش بشوف الناس زي ما هي. وفي أوقات كتير ببص لحد أعرفه كويس وأحس إن في حاجة غلط، حاجة مش عارفة أوصفها ومش عارفة هي إيه، بس كل اللي أعرفه إني ما بقيتش بشوف الناس زي الأول، ومش عارفة إذا كان اللي اتغير هما ولا أنا.